السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. كلنا بنسمع عن مفهوم العلاقات، وكلنا بنسعى ان احنا نحسن علاقاتنا باللي حوالينا. لكن هل فكرتي قبل كده في علاقتك بنفسك؟ العلاقة اللي بتحكم كل العلاقات اللي حواليكي. هل فكرتي قبل كده هو انت علاقتك بنفسك دي كويسة ولا برضه محتاجة تتحسن؟ زي ما بنسعى ان احنا نحسن علاقاتنا باهلنا، بازواجنا، باولادنا، باصحابنا، باي حد حوالينا. بس هل فكرتي قبل كده ان انا علاقتي بنفسي دي عامله ازاي؟ هل العلاقه دي كويسه ولا محتاجه اشتغل عليها اكتر؟ النهارده هنتكلم عن مفهوم العلاقه بالذات. يعني ايه علاقتك بنفسك؟ وهل في علامات تقدري تفهمي منها او بتدل على ان انا علاقتي بنفسي دي محتاجه اشتغل عليها او احسنها؟ طيب، هل العلاقة بالذات دي ممكن لو هي مش كويسة أو في فقدان للتواصل ما بيني أنا ونفسي، هل ممكن العلاقة دي أو فقدان التواصل ما بيننا ده أو علاقتنا اللي مش كويسة دي، هل ممكن تأثر على صحتي النفسية أو على تحقيق أهدافي؟ وإزاي آخد خطوات إن أنا أعمل أو أبني علاقة كويسة مع نفسي؟ كل المواضيع دي هنناقشها النهاردة في الفيديو بتاعنا. خلونا نبدأ ونتكلم الأول عن هي إيه العلامات اللي أنا أقدر ألاحظ منها وأعرف إن أنا علاقتي بنفسي محتاجة أبص شوية ليها وانتبه إليها. أول حاجة هتلاقيكي كده بتحسي شوية إن أنت عايشة حياة مش شبهك. يعني أنت عايشة الحياة، بتقومي بكل المهام بتاعتك والأدوار بتاعتك، بس حاسة إن مفيش تواصل أو انسجام في الحياة دي. حاسة إن أنت كأنك كده مشتتة أو تايهة، حاسة بنوع من أنواع الفراغ الداخلي. ممكن تكوني شخص ناجح وناجح في شغلك مثلا، لكن مش حاسه بالاستمتاع، مش حاسه بالانبساط، مش حاسه، يعني حتى رغم ان انت ناجحه جدا مش حاسه ان انت مبسوطه. مفيش تحديات معينه في حياتك، مفيش حاجات معينه بتواجهك، لكن حاسه ان انا مش تمام. نوع من انواع الفراغ الداخلي كده. كل دي علامات بتدل او بتديكي اشاره ان لا، انت محتاجه هنا تشوفي العلاقه دي عامله ازاي، تنتبهي شويه لعلاقتك بنفسك. منها كمان ان انت ممكن تكوني او مثلا احساس ان انا بتفرج على حياتي من بره. يعني في ناس كتيره قوي بتقول لي في الجلسات ان انا شيماء بحس ان انا كاني بشوف حياتي من بره، كاني انا عايشه بعمل كل حاجه، بس انا مش حاسه ان انا مش حاسه باللي انا بعمله ده، مش حاسه ان انا بقوم بالادوار بتاعتي دي وانا في حاله من الانسجام، مش حاسه بده. بالاضافه بقى لشويه ايه بقى، تشتت وتوهان كده. طب انا بعمل ايه؟ طب انا هنا ليه؟ طب انا مين؟ طب انا مش عارف ايه. كل ده علامات كده بتدل ان لا، وقفي شويه وانتبهي للعلاقه دي. العلاقه دي محتاجه منك شويه تركيز. طيب، هو ايه اصلا بقى مفهوم العلاقه بالذات؟ يعني احنا فهمنا دلوقتي او عرفنا هي ايه العلامات اللي لما تكون موجوده اقدر افهم او انتبه ان انا علاقتي بنفسي هنا محتاجه ابص لها واشتغل عليها. طيب، هو ايه بقى العلاقه دي لما اشتغل عليها وانا المفروض اعمل ايه؟ واعرف منين ان انا خلاص كده علاقتي بنفسي كويسه، او انا بدات اخد مسار صح في العلاقه بالذات دي؟ طيب، عشان نعرف مفهوم العلاقه بالذات او يعني ايه علاقتي بنفسي، خلينا نقيسها على اي علاقه تانية في الحياه. لو جيت قلت لك هو علاقتك بالناس اللي حواليك، لو انا مثلا عندي حد عاوزه اعمل معاه علاقه كويسه، فالعلاقه الكويسه دي بتتبني ازاي؟ فتعالوا ناخد الاسس اللي بتتبني عليها العلاقه الكويسه دي ونسقطها على علاقتنا بنفسنا بالظبط. العلاقات العاديه او العلاقات الكويسه بتاعتي بيبقى فيها نوع من انواع الاحترام المتبادل. احنا الاتنين بنحترم بعض، تمام؟ احنا الاتنين بنعرف نتكلم وبنعرف نسمع بعض. يعني انا اعرف اكلمك وانت تفهمني، ولما انت تتكلم انا كمان افهمك، فانا قادره افهمك وقادره اسمعك، قادره اسمع انت بتقول ايه وقادره افهمه، وقادره اتواصل معاك بشكل كويس، قادره اعرف الاحتياجات بتاعتك واساعدك ان احنا الاثنين نلبي احتياجات بعض، فانا كمان عارفه احتياجاتك ايه. طيب، بنتعامل مع بعض ازاي وقت الغلط؟ هل بنفضل ننقد ونلوم بعض ونعاتب بعض، ولا في نوع من انواع تقبل الاخطاء؟ ازاي بنتعامل مع بعض في النقطه دي؟ هل في نقد مستمر في العلاقه، انا طول الوقت بنقد ولا بتقبل؟ كل دي معايير للعلاقات بصفه عامه الناجحه. طيب، لو انا قلت لك تعالي بقى نقيس ده على علاقتك انت بنفسك، فزي المعايير دي ما كانت موجوده في علاقتك بالاخرين او في العلاقات اللي المفروض مع الناس اللي حواليك يعني، فده بالظبط هنقيسه على علاقتك بنفسك. فعلشان ابتدي ابني مفهوم العلاقه بالذات، هبتدي اشتغل على نفس الحاجات دي بالظبط. ان انا يكون عندي زي ما انا بتقبل في العلاقات التانية، انا بتقبل الطرف التاني،
فاول حاجه ان انا في علاقتي بنفسي او مفهوم العلاقه بالذات ان انا يكون عندي محور التقبل. هل انا بتقبل نفسي، بتقبل الاخطاء بتاعتي، ولا طول الوقت بنقد نفسي؟ هل انا طول الوقت الحديث الداخلي بتاعي ناقد بصوت ناقد، انت ما عملتيش كذا وما عملتيش كذا وما عملتيش كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، الحديثك مع نفسك او حديث الذات، بنسميه الحديث الداخلي او السيلف توك او الكلام الداخلي اللي انت طول الوقت بتقوليه لنفسك، هل هو كلام مشجع ليكي وداعم ولا كلام بيهدمك؟ دي من الحاجات اللي ليها علاقه بالعلاقه بالذات. طيب فاحنا عندنا الحديث الداخلي، الطريقه اللي بتكلمي بيها نفسك، طريقه التقبل، هل انت متقبله؟ هل انت متقبله ان انت انسان بيغلط وعنده عيوب ومتقبله العيوب دي، حتى على فكره لو انت بتحاولي تغيريها؟ يعني حتى لو انا عندي في شخصيتي عيوب، كلنا عندنا عيوب في شخصياتنا، مفيش حد كامل يعني، الكمال لله لله سبحانه وتعالى يعني. لكن العيوب بتاعتي دي، انا عندي عيوب فبحاول اصلحها واحاول اشتغل عليها، بس انا متقبله نفسي بالعيوب دي. رغم ان انا هي مضايقاني ومش عارفه معطلاني في حاجات، بس انا لو تقبلت العيوب دي هيبقى سهل عليا على فكره ان انا اغيرها. يعني من اكتر الحاجات اللي بتعطلنا كتير ان احنا نغير حاجات في حياتنا، هو ان احنا مش متقبلين انها موجوده. فاول حاجه هي التقبل، فاتكلمنا عن التقبل ان انا اكون قابله نفسي دي. النقطه التانية هو الاستماع للنفس. هل انت بتسمعي نفسك؟ هل انت بتسمعي النفس دي لما بتقول لك حاجه بتسمعي؟ هل بتسمعي لجسمك لما تحسي انت عايزه ترتاحي او جسمك بيديكي اشارات معينه ان محتاجه ارتاح؟ هل بترتاحي؟ هل بتسمعي لمشاعرك؟ هل بتسمعي لاحاسيسك ولا بس بترضي الناس؟ هل بس انت بتشتغلي ان انت بترضي كل اللي حواليكي، بتتجاهلي كمان مشاعرك، بتتجاهلي احساسك؟ فان انا اسمع لنفسي، اسمع للافكار بتاعتي اللي بتجيلي انا، طول الوقت بيراودني افكار عامله ازاي؟ هل انا عارفه المشاعر اللي بحس بيها؟ هل انا بستجيب ليها وبشوف المشاعر دي جايه تقول لي ايه؟ هل انا بسمع للرسائل بتاعت جسمي؟ لو جسمي بيقول لي ارتاحي او جسمي بيقول لي حاجه معينه، هل انا بسمع لده ولا لا ما بسمعش؟ فدي نقطه مهمه بتبني العلاقه بالذات او من محاور العلاقه بالذات. النقطه اللي بعد كده هو الوعي. هل انا واعيه بالاحتياجاتي مثلا، بالدوافع بتاعتي؟ هل انا عارفه هو انا ايه الاحتياجات بتاعتي اللي انا محتاجه احققها في حياتي عشان احس ان انا مرتاحه في الحياه دي؟ هل انا عارفه القيم المهمه بالنسبه لي؟ هل انا عارفه هي ايه القيم المهمه اللي في حياتي، اللي لما تكون موجوده في الحياه انا احس ان انا منسجمه وعايشه الحياه مرتاحه فيها، ولا انا اصلا ما اعرفش الحاجات دي؟ فنقطه مهمه من العلاقه بالذات ان انا اكون واعيه بالقيم بتاعتي اللي بتحركني، ان انا اكون واعيه بالاحتياجات بتاعتي، ان انا اكون واعيه بالافكار بتاعتي، ان انا اكون واعيه بالمشاعر بتاعتي، بدل ما انا عايشه بشكل تلقائي انا بعمل بس عارفه كده حياه او وضع الاوتو بايلوت، ان انا محطوطه كده على وضع الطيار الالي بتحرك وبس، من غير حتى ما افكر ولا ابقى واعيه ان انا بعمل ده ليه. وده اللي بيعمل فقدان الاتصال بالذات، لان انا طول ما انا بيجي لي مثلا مشاعر محتاجه تتحس ما بحسهاش، حاجات محتاجه اعملها ما بعملهاش، طول ما انا متجاهله رسايلي لنفسي ومتجاهله كل حاجه عن نفسي، فده بيزود الفجوه ما بيني وما بين نفسي، وبيحصل فقدان اكتر للاتصال ما بيننا. نقطه كمان وهو هويتي الحقيقيه. هل انا عارفه انا مين؟ يعني بعيدا عن الادوار اللي انا بلعبها في حياتي، انا ام وزوجه ومش عارف بشتغل ايه وبعمل ايه وبعمل ايه، كل دي جزء من هويتنا، بس هي مش هي دي هويتنا الحقيقيه، دي جزء من الهويه بتاعتنا. لكن هويتنا الحقيقيه هي انا مين، وانا ايه الحاجات اللي بحب اعملها، هي ايه الحاجات اللي بتديني معنى لحياتي، هي ايه القيم المهمه اللي انا محتاجه، اللي انا فعلا محتاجه افعلها في حياتي. كل دي حاجات ليها علاقه بعلاقتي بنفسي. فعلاقتي بنفسي باختصار شديد هو ان انا ابتدي اتعرف على نفسي بشكل صح، اكون عندي وعي بمشاعري وافكاري احتياجاتي القيم بتاعتي، اكون عندي تقبل لاخطائي وعيوبي والحاجات اللي انا بعملها، يبقى حديثي لنفسي مش طول الوقت نقد ولوم واحساس بالذنب ولان كل ده حديث هدام مش هيساعدك خالص. كل دي او كل المحاور دي، ده معناه ان انا ابتدي ان انا او ان انا ابتديت افهم نفسي بشكل صح. ولما ده يتحقق، او لما المحاور دي كلها تبدا تتحقق،
هابدأ أحس إن أنا مستمتعة بالحياة اللي أنا عايشاها. يعني الكلمة دايمًا اللي باسمعها في مع العاملات بتوعي في الجلسات، هو فكرة إن أنا حاسة إن أنا كأني أول مرة باعيش، أو إن أنا لمّا بافعّل القيم بتاعتي في حياتي، أو لمّا ابتدي أستجيب لمشاعري، أو لمّا ابتدي أستجيب لجسمي، أو لمّا أضبّط الناقد الداخلي بتاعي وصوتي، بابتدي أحس إن أنا باتنفّس. إحساس إن أنا باتنفّس ده، لإن فكرة إن أنتِ عايشة فقدان اتصال بنفسِك ونبتدي نتصل تاني، ده فعلًا بيبقى المفهوم الحقيقي اللي هو بتاعة باتنفّس ده. طب لمّا بارجّع بقى أعيد الاتصال ده، بيأثّر إزاي على حياتي؟ هتلاقيكِ بقى تبتدي بقى تعرفي إيه، عارفة بقى تديري مشاعرِك، عارفة احتياجاتِك، عارفة القيم بتاعتِك فهتبتدي تفعّليها في حياتِك، عارفة أنتِ عايشة ليه، بتعملي إيه، إيه المعاني المهمة في حياتِك. فكل الحاجات دي بتخلّيكِ كإنِّك مندمجة أكتر في الحياة، مستمتعة باللي أنتِ بتعمليه، ما بتقوميش بس بأدوارِك بشكل كده زي ما قُلنا في أول المحاضرة، اللي هو باقوم بأدواري بس مش حاسة بيها، أو كإني بامثّلها، أو كإني عايشة الحياة ومش حاساها. لأ، ده ما بيبقاش موجود، لإنِّك فعلًا بتبقي مندمجة في حياتِك. عارفة كمان تحطي حدود للعلاقات بتاعتِك، عارفة تبني علاقات كويسة وصحية، عارفة تحسي إن أنتِ مرتاحة، بتقومي بأدوارِك في الحياة وأنتِ حاسة براحة أكتر من الأول. آمم، عارفة المعنى اللي بتتحركي عشانه، عارفة الدوافع بتاعتِك، عارفة أنا عاوزة أعمل الحاجات دي ليه، لأن أنا عارفة دوافعي إيه، عارفة الحاجات المهمة بالنسبة لي إيه. عارفة كمان المعنى اللي أنا عايشة عشانه، عارفة أدير مشاعري، عارفة أشحن طاقتي. شحن الطاقة، يعني كتير قوي من الأمهات لما مثلا بنتكلم على فكرة الوقت الخاص بتاعك، أو أنت محتاجة وقت عشان تشحني طاقتك، فتقول لي يعني أعمل إيه؟ أعمل إيه ده؟ إجابة السؤال ده هو كل اللي إحنا قلناه. أعمل إيه؟ خليكي واعية الأول بنفسك، وهتلاقي إجابة أعمل إيه. أعمل إيه؟ هتعملي الحاجات اللي بتحبيها، فهتقول لي طب وأنا بحب إيه؟ فأنا محتاجة أرجع خطوة ورا أكتر. إحنا محتاجين نشتغل الأول على علاقاتنا بنفسنا، علشان نقدر نعرف فعلا احنا ممكن نشحن طاقتنا ازاي. طيب، بما اننا اتكلمنا عن مفهوم العلاقة بالذات، ولما العلاقة دي تكون كويسة ايه اللي بيحصل في حياتي، وبرضو اتكلمنا عن الدلائل ان العلاقة دي محتاجة اشتغل عليها، انا دلوقتي عاوزة ارجع معاكي كده خطوه لورا. هو احنا علشان ما نفضلش نلوم في نفسنا، ونفضل برضو نعاتب ان هو يفضل حته جلد ذات كده، او نجلد في نفسنا ان احنا ازاي وصلنا للمرحله دي، احنا ازاي فقدنا اتصالنا بنفسنا كده، ازاي عايشين مع حد ما نعرفوش. يعني احنا دايما المفهوم اللي بحب اقوله، انك كانك عايش كده مع حد ما تعرفوش، كانك عايش مع حد انت لا عارف احتياجاته، ولا عارف ايه الطريقه اللي بتبسطه، ولا عارف هو بيغضب امتى ولا بيتعصب امتى، ولا عارف اي حاجه عنه خالص. فتخيل لو انا عايشه مع حد بهذا الشكل، هل علاقتنا هتكون كويسه؟ خد نفس المثال ده، او خدي نفس المثال كده واضربيه على علاقتك بنفسك. انت عايشه مع حد انت ما تعرفيش اي حاجه عنه تماما. طيب، فبيحصل لما الناس بتعرف المعلومات دي، بتفضل تحس شويه بالذنب. هو احنا ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ واحنا ايه اللي خلانا نوصل ان احنا نفقد اتصالنا بنفسنا بالشكل ده؟ فعلشان برضو ما نجلدش في ذاتنا، ونوقف ونكون يعني نقبل اللي احنا وصلنا له عادي، تعالي ارجع بيكي الخطوه لورا واقول لك هو ده اصلا بيحصل ازاي. يعني احنا يعني ايه اللي بيوصلنا لهذه المرحله من هذا الفقدان للتواصل يعني. طيب، خليني اقول لك من البدايه خالص، من بدايه حتى ما بنتولد. يعني اول ما بنتولد، من ساعه ما بنتولد واحنا بنبتدي نتحط في قوالب. بنتحط في قوالب بتلغي كتير قوي من احنا عاوزين ايه. وعلى فكرة القوالب دي بتكون بشكل تلقائي جدا، طبقا لهذا المجتمع اللي احنا عايشينه. يعني بداية مثلا من أول ما نروح المدرسة، من ساعة ما نتولد مثلا. أول مثلا ما نتولد في سواء تعامل الأهل معانا، أو لو مثلا عندي مثال، لو في طفل مثلا صغير، الأطفال الصغيرة على فكرة لما بتعيط، لما بتبقى حاسة بشعور مش كويس، فخلاص بتعيط، ما عندهاش المشكلة في إنها تعبر عن مشاعرها خالص، فبتعيط. فاحنا من أول التعامل من هذه النقطة ابتدي أقول لا ما تعيطش، او ابتدي اوصل للطفل ان الشعور اللي انت حاسس بيه ده مش صح. فدي بدايه او بذره فقدان التواصل مع النفس. ان انا لا ما تعيطش، او اكتم مشاعرك، او ده ملوش لازمه. بدل ما اعلم الطفل ازاي يدير مشاعره، فيبتدي ينشا على هذا النمط، فيبدا جزء منه بنفقد اتصالنا بهذا السبب. يعني ده مثلا حاجه موقف بيحصل عادي جدا، فده سبب. بنروح المدارس،
كلنا في المدارس بنتعلم بنفس الطريقه، بنتحط في نفس القوالب، مفيش حاجه اسمها اهتمامات مختلفه، مفيش حاجه اسمها كل طفل عنده نقاط قوه في حته او نقاط محتاجه تتحسن في حته. لا، احنا كلنا بندرس نفس المنهج ونفس السيستم بتاع التعليم، وكلنا بندخل في نفس المفرمه. فبالتالي بنتحط في نفس القوالب. فده معناه ايه؟ ان انا ما بقاش في حاجه جوه بسمعها اعرف هو انا عاوز ايه ولا مش عاوز ايه. انا دلوقتي بقيت ماشي في هذه المفرمه، وبقيت اعمل. انا عارفين انتوا موضوع القطيع كده، احنا كلنا ماشيين في نفس السيستم، كلنا بنعمل نفس الحاجه. بنبتدي نكبر شويه، الجامعات هندخل الجامعه على اساس مجموعنا مثلا، مجموعه كذا مش عارف ايه مفيش حاجه اسمها اهتمامات مثلا، مهتم بايه، طب بتحب ايه، طب بتعمل ايه، مفيش الكلام ده. فبنتحط في القوالب. فبنبتدي من ساعه ما بنتولد لحد هذه اللحظه احنا بنبتدي نعيش ادوار المفروض يحصل كذا. خلصت الجامعه، طب خلاص كده المفروض بقى نتجوز ونخلف. طب نتجوز ازاي بقى؟ ايه معايير الجواز اللي الناس حطتها، اللي الناس بتعمله؟ إيه الشكل الامومه عامل ازاي اللي الناس بتعمله؟ فابتدى هنا الادوار حتى اللي انا بقوم بيها في حياتي هي دي اللي المجتمع بيعملها واللي فرضها عليا واللي المفروض الناس كلها بتعملها. فمن هنا بيحصل فقدان للاتصال بالذات. تخيلي مثلا كده ان النفس بتاعتنا كده بدايه ما بتتولد، ماشي، هنا ما بنتولد مثلا هنا كده، ماشي، مع كل موقف بيحصل او اتباع لسياسه سائده او هو ده المفروض يحصل، يعني بيبتدي يتكون طبقات كده. لا ما ينفعش المشاعر تتعمل فنكتمها، لا ما ينفعش مثلا نعمل كذا فنكتمه، لا احنا بندخل الجامعات على حسب مجموعنا، ما فيش حاجه اسمها اهتمامات وكده، احنا بندرس كلنا نفس الحاجات. فمع كل حاجه بتحصل كأن بيتكون فوق النفس بتاعتي دي مجموعه من الطبقات كده، طبقه فوق طبقه فوق طبقه. فتخيلي النفس كده تكون فوقها مجموعه من الطبقات، لان احنا عايشين بقالنا، يعني انا مثلا عندنا حاجه و30 سنه، انا عندي 37 سنه مثلا، فبقى لي 37 سنه فاحنا بنطبق فقط اللي المفروض نعمله عامل ازاي. فبنفهم هو شكل الحياه طبيعي منين، فبنبتدي نلبس ادوار بقى. فاحنا دلوقتي عايشين بايه؟ بالادوار اللي احنا اتعلمنا نعملها، الحاجات اللي احنا اتعلمنا نعملها. طيب، طبقا لتوقعات بقى الاخرين الادوار اللي المفروض نعملها، فتحول الموضوع لطبقات كتيره فوق نفسنا. فاحنا بقى جوه وفي طبقات كتيره فوقنا. طيب، هل ده معناه ان انا افضل الوم بقى الظروف والمجتمع والناس والحوارات؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. احنا دلوقتي فين؟ والله انا دلوقتي في مرحله من مراحل. هل اللوم والنقد على اي حد هيفيدني؟ ولا هيفيدني باي حاجه. اللي هيفيدني هو فكره ان انا خلاص بقى عندي وعي بحاجه، تمام، فانا محتاجه اشتغل عليها، بس كده. طيب، علشان بس النقطه دي انا قلتها علشان ما نجلدش نفسنا وما نفضلش نجلد في ذاتنا ان احنا ايه اللي وصلنا للنقطه دي. وده برضو مش معناه ان احنا نفضل نجلد في اللي حوالينا، اهلنا مثلا اللي عملتوا كده او مش عارف ايه، المجتمع، ونرمي اللوم على كل الناس اللي حوالينا. ده برضو مش معناه كده. ده النقطه دي انا حبيت اتكلم فيها بس علشان نفهم هو الموضوع بيجي ازاي. طيب، فاحنا دلوقتي قلنا ان انا نفسي اهي، وفي بقى طبقات كتير. فانا دلوقتي محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه ابتدي اعيد التواصل مع نفسي مره تانية. ليه؟ لان الحاله دي، استمراري في الحاله دي او حاله فقدان التواصل ده، لان نفسي ايه وفي بقى طبقات كتيره جدا هي واقفه عائق ما بيني وما بين نفسي. وهذه الحاله ليها تاثير كبير جدا سواء على صحتي النفسيه او على اهدافي او على حاجات كتيره قوي. بس اكتر حاجه انا لمستها في موضوع الاهداف ده، لاني بشتغل مثلا بقالي 6 سنين كمدربه وكوتش في مجال تحقيق الاهداف. فمن كتر الحاجات اللي كنت بشوفها في موضوع الاهداف ده، قد ايه العلاقه بالذات لما بنفقد التواصل ده وما نبقاش فاهمين نفسنا بيأثر جدا على الاهداف بتاعتنا. منها مثلا ان انا كتير قوي بكون بشتغل على هدف هو اصلا مش هدفي. فاهمين لحد فين؟ لحد ان احنا كمان بنبتدي نحط طبقات اكتر ونشتغل بقى، ما احنا عايزين في اهداف معينه تبقى اصلا مش اهدافنا. فدي بسم الله الرحمن الرحيم كده واحد. فبلاقي اننا كتير قوي بنشتغل على الاهداف مش بتاعتنا. دوافع مش عارفين، لان احنا اصلا ما نعرفش دوافعنا ايه في الحياه، فاحنا مش عارفين هي ايه الدوافع اللي بتحركنا. طاقه بقى، ما انا ما عنديش طاقه نفسيه لان انا فقدان التواصل ده. ما عنديش طاقة للأهداف. أي هدف محتاجة على فكرة أشتغل عليه. الأهداف نفسها محتاجة التزام ومحتاجة طاقة ومثابرة على الهدف بتاعي وإن أنا أشتغل عليه. فده نفسه محتاج طاقة. فلما أقول لك اشحني طاقتك، ما هو أنا أصلا ما عنديش طاقة ومش عارفة أشحنها إزاي. أنا طاقتي أصلا واقعة لأن أنا نفسي مش موجودة. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، فما فيش اصلا حماس ولا في مثابره ان انا امشي ورا هدف واوصله للاخر. بالاضافه بقى للدوافع، زي ما قلنا ما فيش دافع ان انا اتحرك. انا ممكن اكون بشتغل على الهدف مش بتاعي اصلا.
انا ما اعرفش هي ايه الحاجات المهمه بالنسبه لي عشان تكون متضمنه في الاهداف بتاعتي. فكل الحاجات دي بتاثر على الاهداف بتاعتي. ممكن كمان اكون بحقق انجازات واهداف وكل حاجه، بس انا ما عنديش شعور بالرضا، لان دي مش اهدافي، مش ده انا مش ده. فانا لما باجي اشتغل في الجلسات بتاعتي على الاهداف، انا بلاقيني برجع اوتوماتيك لاحنا. بلاقيني برجع قبل ما يعني قبل ما اشتغل معاكي على الهدف، بلاقيني برجع اوتوماتيك لانا مين. هو انا اصلا عاوزه ايه؟ هو انا الهدف ده بتاعي ولا مش بتاعي؟ هو ده هدفي ولا ده الهدف اللي الناس كلها بتقوله حواليا؟ ده هدفي ولا ده توقعات الناس؟ ده هدفي ولا ده اللي المفروض يحصل؟ فانا محتاجه الاول ارتبط بالهدف بتاعي عشان اعرف احققه. فانا لو العلاقه دي مش كويسه بتاثر جدا على اهدافي. بتأثر كمان بقى على صحتي النفسية. بتأثر على صحتي النفسية. آم، عارفة لما أقولك إن مفيش تواصل؟ عارفين إن الاتصال اتقطع؟ عارفين كلمة الاتصال اتقطع دي؟ بتحسي كده بإحساس من الاحتراق النفسي، وإن أنا مش قادرة أعمل حاجة، أنا مش قادرة أكمل حتى اليوم. لا أنا مش قادرة. فنوع كده من الاحتراق النفسي، وما بين ونوع كمان من آم، ان انا مش كويسه، ان انا مش مرتاحه، ان في حاجه غلط. مش، لا، صحتي النفسيه فيها حاجه محتاجه انتبه ليها. ففقدان الاتصال بالذات بيأثر جدا جدا على الصحه النفسيه. هتحسي بقى ايه؟ هتحسي بالحاجات اللي اتكلمنا فيها في الاول، الاعراض اللي احنا او الدليل، الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في اول المحاضره، اللي هو بقى تشتت مثلا، توهان، حاسه ان انا مش منسجمه في الحياه بتاعتي. كل الاعراض دي آه، بشكل واضح هتأثر على صحتك النفسية. أكيد أنت مش هتكوني حاسة بكل هذه الأعراض وإن أنت مبسوطة، لا، أنت خلاص مش كويسة. طيب، آم، دلوقتي بقى عاوزين نتكلم عن، طب احنا نعمل ايه؟ يعني انا عرفت ان انا مفهوم العلاقة بالذات يعني ايه، وايه ايه وصلنا للمرحلة دي، وقد ايه ده بيأثر على صحتي النفسية وعلى اهدافي. طب انا ايه اللي محتاجة اعمله؟ هي ايه ابسط خطوة محتاجة اعملها؟ ابسط خطوة محتاجة تعمليها ان انت ترجعي تاني تتواصلي، ان انت ترجعي تاني تعيدي الاتصال مع نفسك، تسمعي الاصوات اللي انت مش بتسمعيها، تسمعي نفسك. عاوزاكي كده آه لما يجيلك شعور معين، اما يجيلك اصوات معينه، اكتبيها. الجورنالينج من اكتر الحاجات المفيده جدا في النقطه، في المرحله دي، ان انت تبتدي تكتبي هي ايه الافكار اللي دايما كتير بتراودني في دماغي. هو انا ايه صوتي او الناقد او الصوت الداخلي بتاعي، هل هو صوت ناقد ولا بناء؟ ايه الكلام اللي انا دايما بقوله لنفسي؟ اكتبي كل الحاجات دي. كل ما تكتبي اكتر، كل ما هتبقي عارفه اكتر مع نفسك، لانك مش هتعرفي تتصلي. لان انت على فكره ممكن لما تتصلي هتلاقي ان الموضوع مش احسن حاجه. يعني النفس اللي احنا كاتمين عليها بقى لها سنين دي اكيد فيها حاجات مش كويسه. فانت السلاح بتاعك هنا ان انت تتقبلي اللي هتسمعيه. يعني كتير قوي ما بنحبش نسمع اصواتنا الداخليه ونبدا نلغوش عليها، لان الكلام اللي بيتقال مش مريح بالنسبه لنا. ما هو اصل الكلام اللي بيتقال ده هو مش مريح ليه؟ هو جايب لك رساله، فدي مفيد ليكي. خدي الرساله دي واشتغلي عليها، لان انتوا الاثنين واحد. انت ونفسك، هو انتوا واحد. انتوا ليه فاصلين ما بين بعض؟ وهو جايه تقول لك كلام عن مين؟ ما هي انت. هي جايه تقول لك مثلا انت مقصره. طب انا مقصره في ايه؟ هل انا فعلا مقصره؟ طب ما يمكن فعلا في حاجات مقصره فيها. طب وما يمكن هي اللي شخصيه مثاليه زياده عن اللزوم. فانا محتاجه افهم هو فين بس الاول المشكله كده. ولو في مشكله هتتحل، الوعي بالمشكله بتاعتي اول طريق لحلها. انا مثلا اكتشفت ان انا صوتي او الناقد الداخلي بتاعي بكلم نفسي بشكل مش كويس. اكتشفت ان انا في طول الوقت مشاعر كتير بحس بيها. طول ما انت واعيه وبتكتبي الحاجات اللي انت واعيه بيها وبقيتي واعيه، التغيير هيجي بعد كده بيبقى خطوه اسهل من ان انا اصلا ما بقاش فاهمه هو في ايه. فاول خطوه خالص انا محتاجه الاحظ انا حاسه بايه. ايه الاصوات اللي بتتكرر في دماغي؟ ايه الصوت اللي بيجيلي دايما؟ ايه الافكار اللي بتجيلي؟ آم، نقطة أخيرة كمان، هو كلامي الداخلي، كلامي لنفسي عامل ازاي، بكلم نفسي ازاي. فالجورنينج من الحاجات المهمة جدا ليكي. خدي كده كل يوم ربع ساعة يا ستي، معلش ربع ساعة اكتبي هو أنا ايه الحاجات اللي أنا حاساها. لما يجيلك موقف معين حاسه فيه بشعور قوي، القطي الموقف ده لانه رساله. ما انت ليه حسيتي بالغضب في الموقف ده؟ عشان ايه؟ عشان في حاجه مهمه هنا بالنسبه لك، خدي بالك. فده معناه ان انت ما بتحبيش الحاجات دي تحصل، فدي حاجات بتضايقك.
خدي بالك منها. فالقطي الحاجات المواقف اللي انت بتحسي فيها بمشاعر قويه، سواء غضب، سواء حزن، سواء ضيق شديد. القطي برضو المواقف اللي بتحسي فيها بسعاده، بامتنان، بانبساط. المواقف دي هي ايه المواقف اللي بتوصلني للمشاعر دي، وايه المواقف اللي فيها مشاعر تانية. دي هتكون اول خطوه ليكي ان انت تبتدي فعلا تبني علاقه قويه مع نفسك. اتمنى الفيديو بتاعنا يكون مفيد ليكي. اتمنى يا رب ان انت تبتدي تاخدي خطوات حقيقيه ناحيه علاقتك بنفسك، لان العلاقه دي فعلا لو اتبنت واهتميتي فيها بشكل صح هيفرق جدا 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 في جوده حياتك. لحد هنا اقول لك شكرا ليكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.